السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لا طاخ دو سيترون، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا ليها البسكوي، وغادي نحتاجوا النيسلي او الحليب مركز محلى، وغادي نحتاجوا الياغورت طبيعي بدون سكر والزبده، وغادي نحتاجوا العصير ديال الليمون. عندي 2 حبات ديال الحامض او الليمون. صافي. بالنسبه للبسكوي غادي انا درتو في الهاشوار، يمكن لكم ديروه في بلاستيكه وتضربوه بالمدلك حتى كيتطحن لينا، ما كيتطحنش بزاف حتى كيولي رقيق، غير كيكون القوام ديالو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا باش يجينا مرمل في لاطاخ. صافي. بالنسبه للزبده انا درتها ذوبتها وخلطتها مع داك البسكوي. صافي البنات، القوام ديال البسكوي مع الزبده كيكون على هذا الشكل هذا. صافي. دابا غادي ناخذ واحد المول اللي غادي يكون ضروري كيتفتح من الجناب، ما يكونش مول عادي حيت في الاخير خصنا ضروري نفتحوها. وغادي نديرو البسكوي في المول، نبقاو كنضغطو عليه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. كنضغطو عليه باش كيقبط راسو مزيان. صافي. غادي نديروه في المجمد على ما نوجدو الطبقه الاخيره. في اناء غادي ناخذ الحليب مركز محلى وغادي نضيفو. صافي. غادي نضيف دوك المكونات كاملين اللي بقاو اللي ذكرت لكم، وغادي نزيدو العصير ديال الليمون، وغادي نديرو ياغورت طبيعي، قشور ديال الليمون او الحامض. دوك القشور اللي ديال الليمون كنغطيوهم في الحكاكه، عاد ديك الساعه كنعصروا ليهم العصير ديالهم. صافي. كنخلطو مزيان بالفوي. بعد كنجبدو البسكوي من المجمد وكنكبوه، كنكبو الخليط بهذه الطريقه. في هذه المرحله كنشعلو على الفران يكون سخون. صافي. كنبداو نوزعوا الخليط بسباتيل بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ندخلوها الفران يكون سخون، يكون العافيه غير من الفوق. بالنسبه لي انا عندي الفرن الكهربائي، كندخلوه مده ديال 4 ديال الدقائق حتى كنحسوا بها نشفات. ما نخليوهاش حتى كتحمر، غير حتى كتنشف لينا وكيكونوا داك الجوانب متماسكين كيف ما كتشوفوا. صافي. كندخلوها الثلاجه حتى كتبرد، من بعد كنجبدوها كنحيدوا ليها داك الاطار وكنزينوها بالقطع ديال الحامض، اولا كنحكوا عليها شويه الحامض من فوق بقشره الحامض. التزيين كيبقى اختياري. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايكات ديالكم بتعليقاتكم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم ومع احباب ديالكم. وشكرا بزاف على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.